نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. أحب أنوه دائما بأنه البرنامج يحمل رسالة إنسانية. كادر ولاية بطيخ دائما يؤمن بأنه المنعرج اللي يمر به المجتمع في بعض الأحيان يأثر على الرسالة اللي دا يؤديها، وهي إسعاد مو حلو، مو هيك الموضوع. هي القصة أبسط بهواية، أنه الأحداث الإرهابية اللي تصير في بعض الأحيان اللي تصير يعني تخلي الناس يقول لك ليش تضحكون وشنو هالكوميديا ومو وقتها. هي القصة أكبر. احنا إذا ما ضحكنا الناس مشكلة راح تصير أكبر. احنا نضحك الناس حتى نخفف عليهم هذا الهم اللي صانع الإرهابي والسياسي على حد سواء يعني. فمن كادرنا نقول لكل ذوي ضحايا التفجيرين اللي صارن بالمقدادية ومدينة الصدر، نقول لهم الله يرحم الشهداء، لكن لازم نبقى ندي رسالتنا حتى هذول الناس ما يرتاحون ما يفرحون اللي يسوون هاي المشكلة أصلا. ندخل إلى أهم أحداث الأسبوع. ارجع 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 ارجع. تعال طول واحد بيهم. تعال استاذ شنو ارجع؟ تقول لك ارجع من تقعد على الكرسي، دير بالك من ترجع، دير بالك من ترجع لا توقع. خاف عليك انا. زين هم ليش قالوا له ارجع؟ شوف هو كان جايب الموكب مالته، زين، فهم دا يستقبلوه ويخافون على سياراته، تعرف املاك دوله هاي طبعا، فيقولوا له ارجع 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 لحد ما طبق ومنطقه السياره املاك دوله نحافظ عليها. اطلع. يعني احب بدايه احيي طلبه جامعه المثنى على الاقل انهم ابدوا رايهم بوزير اثبت كفاءته في اكثر من وزاره استلمها بعد ما فلس النفط، يعني بعد ما فلس النفط سواه يعني وزاره مرتبه حاليا اجى للتعليم، وهذا اول وزير بتاريخ الوزارات كلها العراقيه يدخل الى مكان تابع لوزارته ويقول له لا ارجع اطبق سيارتك. شو تريد؟ اليوم جابكش ذكرك بينا يا معوض قميصك مو نسينا. هاي تبقى انت بهاي سوالفك قاعد نقدم ودا نشتغل. انا اريد اقول رايي واروح بس. شنو رايك؟ قميصك يموت حبيبي. اسف للمداخله. الله يطيح حظك على هاي المداخله. اي والله. نشوف الفيديو الثاني. مخاطر انهيار سد الموصل قد بلغ ذروته، فبحسب مصادر من داخل السفارة الأمريكية في بغداد فإنها وفي نهاية الشهر الماضي قد أنهت استعداداتها ووضعت 3 خطط طوارئ لإخلاء منتسبي سفاراتها ورعاياها، وكانت إحدى توصياتها بإرسال فريق غوص متخصص من أفراد البحرية الأمريكية ليغوصوا إلى قاع السد ومعاينة التخسفات والتشققات عن كثب. وبعدها خلصت خلية الأزمة في توصياتها الختامية إلى ضرورة الاستعداد لسيناريو الانهيار ووضع خطط طوارئ لإخلاء منتسبيها ورعاياها من العراق. منبه سد الموصل. السد سينهار. مثل ما حدد توقيت انهيار السد بالدقيقة والساعة سيحدد مسار حياتك من جديد. منبه سد الموصل. حدد مواعيدك بإيدك. إنه فخر الصناعة الأمريكية. لا العراقية لأنه هو بالعراق كثير. لا بس مو منطقيا الأمريكان هم قالوا السد راح ينهار. إنه فخر الصناعة العراقية. إنه بلا شخصية. ترى عبر الوقت ومنهار السد يا ولد. منبه سد الموصل. اعلس مواعيدك بإيدك. منبه سد الموصل.
تمويل حساب مبلغ قد 188 مليون بدل ايجار دار العائله لسيد الوزير. وزير الماليه سيد بشير ذبان. صلاحيته 36 مليون بالسنه. هذا التاريخ 28/12/2014 طبعا بزمن التقشف والاجراءات. التقشف خطيه والموظفين قسمها. عقد ايجار خاص بسكن حمايه السيد الوزير. هذا للحمايه. اي 49 مليون ونص. بينما هو وحمايته كلها 3 ملايين الا بالشهر. 25 مليون نثريته حمايته يوديهم لاربيل بغداد ويرجعون كله على حساب الوزاره. 100 مليون نفقات وقود خاصه بمكرم السيد الوزير. 100 مليون؟ طبعا. يا سياسي الوطن محتاجك. الوطن ينخاك. الوطن بشعبك. بكتوا مليارات بالسنين اللي مضت. شفطوا نفط الشعب شفط. القاصة فرغت. رجع 3 مليارات. رجع مليارين. رجع مليار. رجع نص اللي بكته. رجع ثلث اللي بكته. رجع ربع اللي بكته. شو ترجع رجع؟ الوطن بشاربك. موضوع حلقتنا اليوم هو عن الأشياء اللي مسودة حياة المواطن العراقي، وأكيد أولها وعلى رأسها السياسيين اللي سمعنا بشرة خير بأنه راح يستقيلون ويعوفونه حتى يثبتون لنا إنهم خوش ولد. بشرفكم ثبتوا لنا أنتم خوش ولد واستقيلوا طلعوا. استغفر الله العلي العظيم. لا هذا دا يجيب النرجيلة بسرعة ولا الجماعة دا يحسون. حجي ايش بيك عباس المستعجل؟ اصبر هسه يجيبوا لك النرجيله. اصبر حجي اصبر. سمعت بذول السيبندي السواق اخذوا القمشي؟ لا اقصد لك الوزراء دا يقدمون استقالتهم ورا ما يبسوا لي الشاب. والله يا حجي اذا هذه مثل ديج خوش بطه وخوش ديج. اقول ابو سلمان قول ليش ما ترشح انت وارشح اني وناخذها اي ما تقول ليش ناقصنا يا ابو سلمان. اشو اني خوش سلمه وانت ما شاء الله يا طولك يا عرضك فحل التوت بالبستان هبه. والله حجي عفارم عليك على هاي الفكره، بس اقول لك هاي الفكره يراد لها تشريب لحم من ابن سمينه وراس بصل وكاسه لبن. حجي هاي وراها تنام مو تفكر. عوف اللبن. اني خايف اللي ياكل العنز يطلع الدباغ وما نجيب راس بهاي السالفه. هاك القمشي. لا الفكره اسمع مني اسمع. نجيب ناس جبنا نسوي كتله. سوينا ونسمي هاي الكتله فد اسم معتبر. شو نسميها برايك؟ انا اقول لك نسميها يا محفوظ السلامه والبقاء المواطن يأمر ويدلل. حجي رحمة والديك انا راح احكمه لهذا المواطن لو اجيب له شاي من راس القوري غير حتى يحس بالامان يا حجي. ومن نجيب ناس برايك؟ انا اقول لك نجيب الجماعه. رؤوف ابو صحن هذا رؤوف فد واحد مثقف ساعة كاملة يحكي كل شيء ما تفتهم من عنده وجلال الله يطلع لك المارد من القمقم. حجي هذا لا كمال حكي وخاف جبناك يا الاقرع تونسنا طلعت قرعيتك وخوفتنا. والله لا عاد نجيب احمد خريقه هذا فد واحد حلقه فكاكه ولا يحل ولا يربط. شو تقول له؟ يقول لك ما ادري ما حد قال لي وما يسوي لنا مشاكل ولا قنزه وانزه. ما دام ما يسوي مشاكل خوش اختيار. وبدربنا نجيب نعيم الاملس. خوش حكي. نخليه ناطق باسم الكتله. هذا قبحي يا اهل يجي يحكي وياه يقول له انت قزم ومصيرك القبر. وجبناها على القبحيه نجيب قهرمان الفوصه. وانت راح يطالبوك بتمثيل المراه بالكتله ترى. وهاي ياهو اللي يندق بينا راح تقول له اسكت لك بطاحي. زين شو تقول؟ نجيب اثير افندي. اثير ابو ناطيها؟ ايوه بنعطيها. حج رحمه لاهلك خلينا على الكريمات سلمها بنص ساعه على الهورنات انهزم. اي ادري غير ابو ناطيها. انا ما خايف من هاي السالفه. لا عاد شنو؟ مين خايف؟ انا خايف ما ينتخبونه بالمحلات
المحلات كلها صايحه من نداد. ليش هم بكيفهم حجي على بختك؟ الوشاش ما بقي بيها ولا وشه. وباب معظم، الفحامه اذا ما ينتخبونه ما بقي بيها ولا فحمه. وشارع 62 اخذ منه 60 صوت خاوه. هذه محددها، اذا ما انتخبونه افرهدها وما بقي بيها ولا مثقال. حجي بعد شكو على شنو خايف؟ بقى بس ناقصنا شيء واحد. قول حجي. نسوي قطع بالوان خلابه، برتقالي على اصفر، ونعلقهن على التيغه، ونوزع على بيوت بطاطين ام النمر. تستلم هاي الفكره لعد. شنو؟ نروح العقد الجام نوزع جام. حلو. وبالصابون شي نوزع صابون. لك حج انت ايش قد عبقري؟ حج انت لا منطيني القمش اقلب الدنيا اني. هسه اني بقت بس شغله وحده دايخ بيها. قول حجي. اني رئيس الكتله. يا اخي انت وين اخليك؟ ايه ابن رديف ام المهافيف، انت رئيس الكتله وانا العنقرتي مال السيد الوالد. لا 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 يابا، هذا العراق العظيم بتاريخه وحضارته اسلمه بيدك ابن عفر العوره. حجي انت خمسي ما نطيت تنطي منصب. السبب الثاني هو الانفلات الامني اللي ولد العصابات والمجرمين وبعض الجهات اللي مرتبطه بجهات سياسيه ويقولون عليهم ميليشيات ويقولون يعني تفاصيل اخرى. فالانفلات الامني هو ثاني سبب مسود حياه العراقيين. هذا رقم اخوك اكيد؟ انت شق واقف؟ رد والله العظيم تعبتني، والله العظيم دمرت حياتي. انا بشر علاوي شنو، انا مو رجال. ايش وقت تعتمد علي؟ ليش وقت ابقى صابونه عندك اني؟ شنو انا من تغسل تحتاجني؟ بس قول لي شنو الموضوع؟ انت ايش تريد هسه؟ انا اريدك تعتمد علي. انا سبعه، انا افتين بالخطف وهاي السوالف. شوف لك يا بالعين؟ لك بارتك شو تدبر؟ لا كل شيء ادبر. البارحه انتم تخطفون وتسلبون وتضربون طلقات وانا ذابين لي ورا ويا هذا القرنابيط. شنو مو رجال اني؟ صابون اني؟ لك بابا انا ما اقدر اعتمد عليك. ليش ما تعتمد علي؟ ليش؟ لك بابا انت بعدك سنفور. قال لي سنفور هاي. بس انت ايش تريد؟ انا اريد هاي العمليه تكون يمي. انا خابر اهله واتفق وياهم. خابر اهله واتفق وياهم؟ اي. لك شو فهمك انت؟ ادبرها انا مو صابونه. خوش طلع التليفون مالتك. ايه. دق على اهله. اتصل باخوه، اعطاني الرقم مال اخوه. ايه. زين؟ ايه. هسه انت خابره واتفق وياه. ليش لا عاد ايش بيه شنو؟ يلا 077 يلا 077 ها صغير يرد للرقم. طبعا ما تسمعه. نسيت 077 077 هسه دق لي عراقنا المفتاحه وخلنا نفضل الموضوع. لك لغت هاي الشركه اصلا مو لك انت ما حد يعتمد عليك، لك انت ما حد يعتمد عليك. اكتب الرقم. ايه 077 077 0 0 43 43 55 55 12 12 67 67 38 38 129 129. اقول لك هذا مو طول الاتصال. قطعه. اوكي. لك شد لك طبعا انك انت خشمر، لك صار لي ساعه ارد وين اكو رقم هالقد طويل. انا ايش مدري ان عبالي اهله بافغانستان، ايش مدري اني. هاك هذا بس دوس اتصال. يلا واحكي وياهم. هذا اخوه. الو شلونك؟ شو اخبارك؟ مشتاق لك تسال لا تقول. لك بابا انت توعد ويا صديقك انت؟ لك انت بالعصابه احكي. انا بالعصابه شلون؟ انا فاعل خير. لك فاعل خير شنو فاعل؟ يقول لي فاعل خير. انا مو فاعل خير، مو فاعل خير، انا بالعصابه. عافيه. اي انا بالعصابه. احنا خاطفين اخوك. اوكي عافية. تريده تجيبي فلوس وتجينا احنا بالكراده. لك يا كراده لك لا تطعنوها، لك راح نروح، لك راح نديها، راح يشيلونا، لك راح تشيلونا تطعنوها بالكراده. احنا مو بالكراده، احنا بغير مكان، بغير مكان احنا. تجي تشوف اخوك، احنا عصابه نظيفه عافية. شريفه، احنا نمبر 1 بالعراق. تجي تشوف اخوك بيشي مضروب، اضربه طلقه واضربك طلقه فوقه واقتلكم اثنيناتكم. احنا ما نشوه سمعه العصابه. لك هاي لغه تفاهم، لك هاي لغه تفاهم، لك راح تموتني انت. اي خوش. واحنا نخاف على مستقبلنا، احنا بدينا من الصفر. الله يخليك ما تعرف ايش صار بينا. انا حرامي واني صغير، ابوي اكبر نقري بالمنطقه، ابوي تشهد له الناس. بس يقارنوني بي وانا ما ارضى واحد يقارنني بابويا. شنو يقارنوني بي؟ انا الي شخصيتي الي كياني. قلت له يابا تدربونا بعد ما تستوعبنا اثنين، انت اشتغل بخط وانا اشتغل بخط الخطف، وهسه انا نمبر 1. لك شنو انت؟ شنو هاي قصة الكفاح غاندي انت؟ لك ما بحكي وياها بالسعر، احكيها بالتفاصيل. اي اقول لك ايش قد السعر؟ 10
10 10. لك انت ما تهمس، انا اهمس انت ما تهمس. انا ما اهمس، ايش قد السعر؟ 10 10 10 شنو؟ 10 دفاتر. علاوي لا، منين يجيبون؟ يخطفون، يبوقون، يسربون حتى يدفعوننا، شنو الموضوع علاوي؟ خاف الله. انت ليش تحسست انت بالهلال الاحمر؟ لك بابا احنا عصابه نطلب اللي نريده. علاوي هواي 10 شدات بشرفك بهذا وجه القرنابيط، هي الرانج ب7 وتحصل بيها كوم وبنات، هاي كم بنيه طفر من عندك هذا؟ لك بابا هو عندك مو عزيز بس عنده لا عزيز، اطلب من عندهم السعر اللي نريده. اوكي الو حبيبي ملك علاقه اني اتعامل وياهم وارد لك الخبر، بس ما لا تعزلن على صفحه. لك هو هذا تقفيص قباحه شنو بالضبط؟ متقاسمين لك خب ناخذ فلوس زايده من عندهم. اي صحيح. الو بابا حبيبي نحل المشكله ولا تقلق. علاوي وقع فلوسه ل3 شدات بقى 7. 3 شدات مال منو؟ مالاتك توقعن. ليش؟ علاوي خاف الله شو تسوي لاخرتك؟ سوي لك شيء زين. لك بابا زين انت ليش بتسوي لاخرتك؟ علاوي انا من اول متوسط حسمت روحي بالنار اعرف. اوكي وقعت 3 شدات. حبيبي وهاي شدتين واقع بقى. شنو فصل؟ لك فصل توقع بكيفك. لك مو فصل. وقف انت ليش تغلط؟ لك والله العظيم بايع لك جوا السوق، لك بغير مكان هو وكتلته ب10 شدات، صدق تحكي انت؟ لك معطيك من الشمبر مو من المعلق، سد بسد والله العظيم سد بسد خاطف لك اني، صدق تحكي انت؟ تعال لك لا تغلط، لك صابونه لا تغلط، قرنابيط شرشف. طيح الله حظك كله ذنبك، بقى هذا التليفون ما خاف يتصلون بيك بعد، امشي. دروح امشي. انا هيك يصير بي، انا ابو روح العزيزه هيك يصير بي. الو رئيس العصابه، يعني الباشا مالتنا، يعني انا صابونه ايدك، يعني اللي انت دائما متنكر وانا ما اشوفك، اتفقنا وياهم على 5 شدات. هسه ليش تتفل؟ ليش؟ انا شو اللي علاقه؟ علاوي صار شريف براسي وسوي لك شيء اخرتك وهاي السوالف، وهو قال لهم وطيح لهم 2 وهيجي، انا شو اللي علاقه؟ سد بوجهي سد. خلنا اقول له الو استاذي الموعد صار الساعة ب7 بعلوة جميلة. اوكي الو حبيبي اخو المخطوف، الموعد الساعة ب7 بعلوة جميلة، تجيب لي فلوس حتى تستلم اخوك. باي. الو الشرطة، اكو عصابة تريد خاطفة واحد وتريد تسلمه، روحوا ساعة ب7 بعلوة جميلة. باي. الو استاذي الشرطة سمعت بالخبر، سوي الموعد ب6. اوكي ما ادري منين عرفوا. يلا باي. الو الشرطة يابا العصابة ما ادري منين سابعة بهذا الخبر، انتم تسربون معلومات، سووه ب6 بعلوة جميلة. خوش متفقين. الو استاذي شنو الموضوع؟ الشرطه هم عرفت انتم حاطين واحد يراقبنا، شنو؟ سويه بغير مكان، سويه بالطالبيه ب5. باش انت باي. الو شرطه يابا انتوا غير تنتبهون، شنو الموضوع؟ تغير المكان، صار ب5 بالطالبيه. انتوا روحوا من وقت، روحوا فد بالثنتين حتى خاف اغير رايي، خاف يغيرون رايهم، انتم موجودين من وقت بالطالبيه. باشوات باي. السبب الثالث التاجر اللي يتعامل بكل امانه، يروح للصين يقولوا له هاي بضاعه صينيه مو زينه، يقول لهم مستحيل ما اريدها، بيش هذه ب10 سنتات، سووا لي بسنت حتى اربح 9 همينه. ادري قلنا نجيب بضاعه زباله بس مو هيجي، المطار يوما ما يطول يا اخي، مو درجه 10 هسه نفس الفلوس الدرجه الاولى. والله يلا كون شلون حجي؟ شرجب حقك ان شاء الله. ليش حجي؟ كذاب. منو كذاب؟ كذاب حجي كذاب حجي كذاب يا اسخذ على كيفك وياي بس خلي افهمك. ايش بيك حجي؟ كذاب. من هو كذاب؟ انت كذاب. ليش؟ قبل يوم اشتريت منك هذا المطار. ايش بيه؟ قلت له هذا مطار حرامي. ايه؟ طلع مو حرامي، صار ما بايك شيء. ما صعد التانك شيء؟ خلاص ما صعد التانك انه بتريد يبوق. اوفقك ان شاء الله. بس جتني كروه تعبانه احلى واتصل بيك. با حجي هاي الكلاوات مو علي، تريد ترجع المطار ما يرجع، المباح لا يرجع. المطار حرامي. حجي اسمع حرامي. تنسلبك لا نبيع لك، وقف حجي. المطار حرامي. كلت القلب راح ابدل لك اياه، يلا يا تاخذ شوف. يا تريد. هاي مطارات؟ اي. مال مي؟ اي مال مي، لعد مال شنو؟ هذا مطار حرامي؟ هذا منه؟ اي. اي حرامي. وهذا
ام حرامي. هذا ام حرامي. هذا ام حرامي. صار ملل بالموضوع حجي، كلنا حراميه هذول. عصابه. من امه؟ مطارات. لا حول ولا قوه الا بالله. حجي راح نعطيك واحد ببلاش، بس روح بس فكني اخذ من عندك. هذاك الرصاص راح نعطيك اياه. هذا الرصاص ما ندري عليه حرامي هذا المطار. اطلع لك مثلا السوابق مالته، صفحه السوابق. انتقم منكم ان شاء الله انتم تجار، مصيتوا دمنا انتم والله العظيم، من جذبكم سد الموصل راح يوقع علينا. حجاني ايش علي؟ بضاعة زبالة، بس انت زبالة وتجيبون بضاعة زبالة كلها صيني. لك حج احنا لكن من يقع الشعب؟ يقع منكم من المطار الحرامي الكبير اللي يمص بدمنا. جيب هذا حجي، روح امشي منها يلا. يابا امشي روح منها. يابا صدق لو قال بالمثل. ايش قال؟ نستاهل يا رب ونعيش. طرا نجيب هلقي. لا عيب. السبب الرابع قوات الامن، بعض قوات الامن حتى اقدر اعبر من السيطرات. يا الضابط انتبه. يلا سوي تعداد. ظاهر علي. نعم. عمران طالب. نعم. رزاق سعد. نعم. اوقف. قلت لك مو رزاق ترى زينه. يا سيدي انا رزاق بس انا بريء. انتم كلكم بريئين. انا جايبك من الحرم الجامعي. العينتين هنا ملاك رحمه. جراح اختصاص بالقراصه 111. انتم كلكم طيبين، نعزل المركز ونفتح جمعيه خيريه. لكم انا كامل مفيد الوحش، اليوم افرش وجوهكم فرش. لك اليوم خفارتي اتونس عليكم. اليوم اسويكم فيلم رعب. عندكم بوتينات؟ ليه سيدي؟ اليوم اركبكم. انتم ما تصير لكم شاره الا متكم بالخفاره. بالك انا خفارتي معروفه. نظام سلام التزام. ماكو مخالفات، ماكو مواجهات، الا اذا التزمتوا بنظامي، وانا نظامي كلش معروف. العلاقه الطب بلا مواجهه ب$50. المواجهه هنا يم الباب $100. المواجهه تروح تقعد ويا قرايبك بالنظاره $200. تنطيني $300 المواجهه بغرفه ضابط خفر ومشروبكم علي. التليفونات، التليفون القديم $50 والظل تنجر للصبح. تليفون ابو الكاميرا سمارت 100,000. تشكني بالخضره انطيك الباسورد مال الانترنت ويا 3 جيجا تحميل، ويتشات، واتساب، فايبر، يوتيوب للصبح. تصير لوتي وتنطي الباسورد لصاحبك. انا اعرف كم تليفون مكنك عدل وقبل وين للانفرادي. سيدي بيه مجال يجيبون لنا بيلزل لفاظ صاج. لك بابا هو توقيف لو صاج الريف. لك ليش ما تروح تقعد بمكاني وتتفرج على الدوري الاسباني؟ قشمر لك هي هاي شوارب لو دراجه هارلي. بس اذا شكيتني بالخشنات افرش لك بغرفتي تبات. وبما انه انتم خوش ولد وقفتوا ساكتين وحبابين وتسمعون الكلام، انا راح اسوي لكم فقره ترفيهيه. عليك. عافيه؟ ايه روح كتف. اثبت وجودك. شعر اقطع. السبب الخامس والمهم اللي هو الروتين او الروتين. اقول لك ما متريق، جيب لنا باقله خلنا ناكل. يعني واحد يبتلي بهذا البلد تصير عنده معامله كلها بالوساطات استاذ هذا شباك التذاكر. ايه يا حبيبي قصد خلي الملعب، شباك تذاكر جن لك. يعني انت المدير بس قل لي. لا انا السكرتير. استاذ الله يخليك انا عندي مشكله. شنو مشكلتك؟ المستمسخات ما كامله. شنو؟ ودا ياخرون المستمسخات ما كامله. لك هذا يونس هذا، يعني قصدك المستنسخات غير؟ ايه ايه حبيبي روح كمل شغلك وودي معاملتك. استاذ يقولوا لي الجنسيه لازم تطلع وقت ضائع، انت ما عندك. طلعت له لعب ضربات جزاء. استاذ وشهادتي الجنسيه ما بيها شيء، ورجعوني يقولوا لي طلع صحه وصدور. ليش اطلع صحه وصدور؟ ذاك اليوم نفسهم رجعوني على مود الفسفور. انت راح تستخرجها لو تطلعها، شنو قصتك؟ استاذ مو هذا الارض حالتي، ضحك علي والله. لك منو؟ هذا الارض حالتي. هذا مخرج ايراني لو يكتب عرايض. هو اللي يكتب عرايض، ايش بيك؟ ايه
هسه شو اعطاني تدرسه؟ استماره اي قال لي ادرسها بنك المعلومات والثاني مليتها وين اروح؟ تروح للشباش تلقى جورج قرداحي تلعب وين؟ من تربح المليون ورايا هناك. ها. لك بابا تفوت مع عفني ترى طلعتها روحي. استاذ هسه عوفك مني ابني ما يقبلون يطلعوا له جنسيه يقولوا لي البيان الولادي بعده ما جاي. هو ابنك يا قياس؟ 3 سنوات عمره. اي حبيبي ما ينهم لازم نطلع البيان الولادي مالته. يلا يلا كمل معاملتك بابا. استاذ الله يخليك انت مو قلتوا راح نصير دوله الكترونيه وفرحنا وكيفنا؟ اذا سووها هسه شو راد لها الدوله الالكترونيه؟ والله رحت للدول الاوروبيه الاستنكنافيه زين كل هذا التعقيد ماكو. وين رحت؟ للدول الاستنكنافيه. اسمها الاستنكنافيه هي؟ ايه ليش؟ لان ذولا يستنكفون يخلون المواطن مالتهم يلزم سره مو مثلنا. حبيبي باع راح اقول لك شغله، تروح تلزم شرع حالك حال العالم، زين؟ احنا هنا أستاذ دائره بس بها اسمعني. نظام، يلا بابا. استاذ هاي البيروفراوريه انا اتخبل منها والله، يعني بالدول الاستنكنافيه مواطن فنلندي صديقي وجيرانه سويدي اجته الجنسيه للبيت وهو راح بصم المن هاي للفنلندي ولا للسويدي؟ استاذ ماكو فرق بيناتهم الاوروبيين، بيناتهم تعايش سلبي مو مثلنا. حبيبي روح الزم سره، هاي الدائره بها نظام. ماكو يا نظام الله يخليك انت تحكي لي بالنظام، هذا النظام مالك كلش قديم. هسه الانظمه كلها تغيرت، تبي الغى احكي وياك هسه يراد لكم بستم جديد. شو راد لنا؟ بستم جديد. ما تعرفون جيبوا اطباء اجانب هم يسوون لكم بستم ويمشي عليه. حبيبي انا هواي طولت وياك، روح كمل معاملتك شغلك مو يمي. شنو شغله مو يمي؟ لا حول ولا قوة. وين اروح لعداني؟ روح بابا روح هناك يكملوا لك المعامله مالتك، روح الزم سره. شنو الناس مو بعينك الصغيره؟ شنو هو؟ الناس مو بعينك الصغيره؟ هسه شنو هذا مثل لو شنو بالضبط؟ استغفر الله يا رب. روح بابا روح. ما اقول لك الله يخليك. لا تخليني اهينك. شنو تهني؟ تدري انت صاير بينا؟ تدري الضيم العايشين احنا؟ روح مكافحة المواطن. لك مواطن لو جيز هو. ما يصير هيك تسوي بيا والله ما يصير. شنو تهني؟ شنو اشتغل عندك انا تهني؟ يعني الناس تطلع من الصبح ما ترجع غير بالليل، ما تدري بيا ساعة تنحت بالصخر وانت فوق الحمل تعلاسه، ليش؟ بعد شي سوى الله بينا؟ خلي واحد يرحم الله، شي سوى الله بينا؟ سد الموصل ب8 الصبح راح ينهار اعصابه وانت تهين بيه؟ شنو هالمذله هاي؟ يعني واحد منين يتلقاها؟ منكم ومن الشيطان. انت كلش قهرتني، جيب معاملتك جيب. لا ما سوي لي احد انا ترى. رحم الله والديك. انت لا تعصب همينه بابا، هاي كل شيء يصير دائره بها مراجعات وبها. مو واحد شو اسمه؟ هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ بابا انت نفوسك بالكاظميه. اي ادري. شوف جاي عندي العد. مزدحمات الكاظميه. حبيبي روح للكاظميه كمل نفوسك هناك ان شاء الله. الله. شو فوت لي السياره بساحه عدم تكمل اياها من يمك. ما تكمل بابا روح، ما تكمل روح هناك. جبتك يا عبد المعين تعين نطلعت فرعون ثمان لا. استغفر الله يا رب. اغنيه شنو القصه غيرتين. جبت الباقي ولا لا؟ السبب السادس واللي هو من اهم الاسباب يمكن اللي موجوده بالعراق اللي سودت حياه العراقيين واللي مصت دم الشعب العراقي وخلصت فلوسه، الارهاب. السلام عليكم اميري. وعليكم السلام. شنو هاي ايش لابس؟ اميري مو احنا خلايا نائمه بالكراده، اني واجبي ام حيدر في اي بي فلازم البس هيك يعني. هذه القائمه اللي ردتوها مال الانتحاريين ومال العبوات المحتاجيها. سميري عندي عتب بسيط. هذاك اليوم العبوه البسامير كلش قليله بيها. بابا تقشف، يعطوني ربع كيلو بسامير على العبوه، بشهر الرابع سيفور ما تلقى. بشهر الخامس نهد عليهم بسكاكين نفشر عليهم شو نسوي؟ شنو هاي؟ ايش دعوه جايب لهالقد انتحاريين؟ احنا عندنا تقليص وتحويل على القطعه. من راح تحولون على القطعه اميري؟ الانتحاريين. اميري شلون تحولون الانتحار على القطعه؟ يعني فجر رجل اليمنى وعوف اليسرى مثلا؟ على كيفكم بالصرف، الذباحه نصهم حولناهم تقاعد، القناص خاف ما تدري، عنده طلقتين يخلصن يقضيها تفال ومسبه. حس بالخلافه. زين اميري الله يخليك، عندنا هجوم الجاي بيه 7 مفخخات محتاجين اقل شيء. 7 مفخخات؟ هاجم على امريكا، بعد كيتو مفخخات، هن راح افخخ لك 2 والباقي طقطاقات. طقطاقات يعني شنو؟ شنو انت ما لاعب براس السنه طقطاقات؟ اميري ما خاف تبين هاي. لك حبيبي هي اول وحده طق كلها راح تفلت، الله وكيلك الموصل ايش كبرها، سقطناها طقطاقات وهورنات. اميري هسه عوف هاي. الخطوط الاماميه ما بيها سلاح والله. انت صدق ما تفتهم،
احنا السلاح منين نجيبه؟ من الجيش العراقي. الجيش العراقي منين يجيبه؟ من روسيا واوكرانيا. روسيا واوكرانيا يجيبون منها سلاح؟ لا يجيبون حاتات. خلاص هذا الخلل فيكم، انتم تلزمون السلاح تخدرون، عبالك لازم لك حاته اوكرانيه. زين اميري الله يخليك، الهاونات عاجبتك؟ والله تعب النفس، والله زباله. لا تحكي على الهاونات، احسن هاونات جبنا لكم اياها من الصين، بيها فتحه USB، سماعات، SD رام، بعد شو تريدون؟ زين امير المدافع ليه جبتوها من تركيا؟ تركيا تخبل، احسن ملابس يسوون. ادري اميري انا راح البس المدفع وانزل افتر بالكراده. اخي ماكو فرق، البنطلون بوري والمدفع بوري. لا قوم شدك قاعد هنا، قوم سوي شاي. انت شنو شغلتك هنا؟ انا ابو الهيل، اسوي شاي ابو الهيل. تسوي شاي ابو الهيل؟ يعني انت مو بالمسجد؟ لا ايش علي؟ اكو نوع من الجهاد ما تعرف راح اعلم لك اياه، تعال 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 امشي. السبب السابع التربيه والتعليم. الله بالخير. استاذ علي وياي؟ الله بالخير. نعم تفضل. بس عندي كلمتين وياك. اعتقد اني ثلاثه. ها هاي واحدة ضامها بيصير غير حكي. هاي شنو؟ ركز لي اكثر ركز لي. هذا طالب ممتحن عندي وراسب. ايه انت ولي امره؟ اترجاك لا تدخلني بالدين، اوكي؟ غير امريكان. انت المسؤول عنه؟ اترجاك لا تدخلني بالسياسة، غير امريكان. شلون افهمه؟ انت قرايبه؟ انا اخوك كبير، وبس عندي كلمة واحدة وياك. والله هذن اثنين. غير امريكان. ماخذ 3 مرتبة ما سويت لك شيء، عفتك. ما كاتب له احسنت يا بطل، ليش؟ شو اكتب له احسنت يا بطل؟ غير ماخذ 3 من 10. انا شو اللي علاقة؟ ناجح راسب ماخذ 3، ولد بالمنطقة مموت الشباب تموت، الواجب عليك انه انت تخليه يصير بطل. حبيبي اخوك مستواه زفت. انت سامع بعيون بغداد؟ جوهرة بغداد. اخويا معجزة بغداد، غير امريكان. حبيبي اخوك امتحن يوم الاحد، الاجوبة الكارثية اللي كتبها المفروض نسوي الاحد قدامي. اخويا اشتر طالب بالعشيرة، انت سامع بيت كاشية؟ لا. اخويا اكبر كاشية بيهم، اوكي؟ غير امريكان. حبيبي احنا عندنا بالمنهج 9 دروس، اخوك طالع بال9. اخويا يطلع بال9 بال7 بال8، انت ملك علاقة، اني ولي امره واني حاسبه، اوكي؟ اخي اخوك راسب كل الدروس. اي حبيبي مو صوتك انت، الطلاب كلها راسبه يمك، واحد ماخذ 2، واحد ماخذ 3، واحد ماخذ 4، شنو منين جبت كل هاي الخرده؟ استاذ لو صار كوستر انت، بعدين ولا طالب ماخذ عندك خضر، شنو الموضوع؟ بخيل انت بخيل؟ حبيبي هذا مو بس تقصيري، هذا تقصيركم انتم همينه، انتم ما جاي تأدون دوركم بالبيت. استاذ والله العظيم دمر حياته، شو اسوي له حتى ينجح؟ جقاير خليته يبطل. والنرجيله؟ ما قدرت استاذ، عمر له بيدي ما اقدر. والاجهزه الكهربائيه؟ الاجهزه الكهربائيه اشتريت له تليفون، اشتريت له ايباد، اشتريت له لابتوب، حتى تكنيكه كنك له. حبيبي مو هذا النت هو اللي دا يدمره. غير امريكان استاذ، غير من الموضوع، بال5 الفجر لا في راسه ونايم. مو الدوام مالته راح يصير زفت بهالطريقه. لا استاذ ما اسمح لك يجيني يقول لي اريد اغيب الاربعاء، ينضرب راجلين ينام، اقول له الخميس حتى تصير جمعه وسبت عندك 3 ايام. والله يا استاذ بهالطريقه هذه انا بعد ما اقدر اسوي له شيء، انا ما عندي حلول، انا ما اقدر احل قضيه هذا الطالب. يمي الحلول يمي. شنو الحلول؟ الحلول الدوام يصير من 11 ل 12. ليش؟ ما يصير يقعد ب8 الصبح استاذ، هو نايم بال5، الله يخليك، انا ما اخلي الله فوق عيونك. بعد شنو الحلول عندك؟ الاجتماعيات تلغي، هو الولد مو اجتماعي، الولد مو اجتماعي، شو اسوي له يعني؟ وبعد شنو المواد؟ الرياضيات تلغيها استاذ، انا ايش اريد منه؟ اريد اعطيه شده بالمحل يحسبها، علموه هذا الشيء اذا علمته بعد شو يسوي بالرياضيات؟ زين واذا جبنا لك هذا الخراطر العالي يلغي الرياضيات، يلغي يروح. والعربي؟ العربي شنو العربي استاذ؟ الله يخليك انت فد يوم واحد عرب له كلمه الله بالخير. انا عندي حل افضل. با انت لازم ما تبقى بالمدرسه، لا انت ولا اخوك الصغير. تعال انا عندي مخزن جوا، زين؟ راح اربيك بيه انت واخوك، ماكو؟ واريحكم اثنيناتكم. السبب الثامن بدنا نطلق عليه تسميه فحرنا، لانه هو يجمع عده اشياء. الطريق. ليش الطريق؟ لان انت من تطلع بالطريق راح تلاقي موكب المسؤول اللي يزعجك، راح تلاقي موكب العسكري اللي يزعجك، راح تلاقي الطريق المسدود بسبب السياسي اللي يزعجك، راح تلاقي الازدحام اللي صاير بسبب الطرق اللي سادهن السياسي، راح تلاقي الشبح ابو السايبه اللي ما تعرف منين يطلع لك، راح تلاقي الخنفسانه ابو الكيه
اللي على غفله يصير بظهرك، راح تلاقي السيطره اللي مرات واحد واقف بيها وهو ضايج ومنزعج من سبب انت ما لك علاقه به، بس يطلع بيك هذا السبب. احنا الان في احدى المستشفيات في بغداد ولا زلنا ندفع ثمن اخطاء بعض السواق اللي يستخدمون الطريق بطريقه سيئه جدا. عندنا مثال حي حادث مروع اللي صادف الشباب اللي نشوفهم. نريد نسالك شنو اسباب الحادث؟ استاذ انا اريد اناشد استاذ. انت نفسك المناشدات؟ استاذ ما عرفتني. استاذ شلون اعرفك كذا الكدمات مسويتك سكسوكه؟ استاذ والله ذول اللي بالشارع السواق راح يموتونه. اريد احكي له بقلب استاذ. احكي، الكاميرات كلها قدامك، احكي. استاذ بس طلب اخير قبل ما احكي. تفضل. الموسيقى تطلع وياي يجي وصار كم حلقه ما تطلع. لا تخاف هالمره نطلع لك اياها دلل. اريد اسمعها. بالمونتاج. اوكي يلا تفضل. يعني احنا طابقين بازدحام، الدق هورن وراي ليش؟ ترى والله العظيم صاعد سايبه مو اف 16 حتى طير. الله اكبر عليك. فدول عينك من السوق وتلقى ابن خالتك بالطريق، لا تقعد تسولف وياه وتخفف، ترى عالم واقفين وراك بالشارع مو بالهول مال خلفك. اخ عيني ابو المرور، فدول عينك. يا سياره اللي تفوت تسجل رقمها، يا سياره اللي تفوت تسجل رقمها. هل تريد تلعب دمبله لو ضابط مرور انت الخاطر الله؟ لا تجهد نفسك، لا تجهد نفسك. اخ ورهام تكرس حاب. كرس عيني كرس. اعبر تهريب من تركيا بالبحر لليونان واوصل، ولا اطب الازدحام مال جسر الجادريه الساعه ب3 الظهر. فدول عينك بالسايبه، من السوق للسوق بتكيد وتهنبل وترفع تكرجل على الكشن. وعلي من هذا البوز اللي مسويه، ضارب بوز على الكشن مثلا لو تاخذ صور. يا اخي شكلك سايق حجله لا تخربه بالسياق. الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم. كرس مرغام كرس. السبب الاخير اللي ويانا اليوم هو باب الرزق او التعيين. فالتعيين هو بحد ذاته مصيبه، كارثه، سبب يسود حياه اي عراقي، لان انت على ما تحصله راح تتاذى وتتعب، وبعد ما تحصله هم راح تتاذى وتتعب. التعيين مشكله الشباب الاولى بالعراق. ابني عبد الله، انت ضابط يعني قائد بالمجتمع، عملك ودورك له تاثير مباشر على حياه وامن المواطن بالمجتمع. انت كانسان يجب ان تكون على قدر عالي من المسؤوليه، لان انت لبنه اساسيه بامن هذا البلد. راح اقول لك انت ضابط دوله، يعني سياره مفوله، وبما انه انت ضابط جديد لازم تجي يوم كامل مفيد. وقت له شغلات رئيسيه تلتزم بهن، اولا النزاهه، ثانيا الامانه، ثالثا النظافه في التعامل، واكيد لا تنسى عمك. يعني شلون ما انسى عمي؟ يعني تناوشه المالات مالته وتشكه. زين سيدي، والنزاهه والنظافه والامانه هاي بينك وبين جماعتك، يعني ما تطبرهم، يعني تعطيهم المرفقات مالاتهم بالوقت المحدد وبالمبلغ المحدد، وهذه هي الوسيله الوحيده خاطر نعرف انه انت ضابط مميز. زين سيدي، هسه انا وين اروح؟ ابني كل مكان ومرفقاته. المكان المرفقاته قويه، مالاته قويه، تاخذ وتنطي براحتك. زين سيدي، والشغلات الخفيفه هم تاخذوها؟ لك ابني هم ناخذ، احنا لازم ناخذ، بس ناخذ مالات خفيفه على قد المكان مالتك. ولا تقول لي المن تنطي، ولا تسالني على العدد. انا كامل مفيد الي حصه الاسد، وبما انه انت ضابط مؤدب وفاهم ومرفقاتك حاضره، انا راح انصحك. انت عندك الاماكن التاليه. عندك اولا المرور المراجع انت تروح له مو هو يجيك، بس احنا شو نسميه؟ قليل دائم. تريد تترس الكنتور روح اشتغل بالمرور. عندك المكافحه والمحليه، المواطن هو يجيك انت ما تروح له، بس هذا شو نسميه احنا؟ كثير منقطع. وضباط المكافحه يستلم قبل المصافحه. عندك الدفاع المدني، تأدي واجبك الوطني المهم، بس جيبك دائما خفيف. من الاخير اذا تريد الاسترخاء روح اشتغل بالاطفاء. ونصيحه اخيره ابني عبد الله، دير بالك تستلم المرفقات داخل الدائره. الضابط اللي يفتهم برا الدائره يستلم.
بختام حلقة اليوم احنا قدمنا 9 أسباب مسودة حياة العراقيين، الحمد لله قدرنا نوصل إلى 1% من الأشياء اللي سودت حياة العراقيين، يعني أعتقد بعد 99% من الأسباب اللي مسودة حياة قاعد نشتغل. هيثم شلونها إذا أخليه هنا على إضاءة؟ ما إيش علي أنت ما مكمل ديكور غير الحلقة اللي بختمها. صدق كذا بشنو الموضوع؟ يا بالختام الحلقة اللي تخلص. أوكي. زين شو راح يقدم؟ روبوت راح يقدم مكان. نشوفكم حلقة جديدة في مع الله. ارتاحت؟ بس ارتاحت مو؟ من سديت الشاشة علي.